نور يا بابا. عامل ايه؟ الحمد لله. نور بملك كبو نور ساوس. مين يا رب؟ منور. شايفين سمسمه هبطانه ازاي؟ اه لا يا الشياكه دي عايز سالدتها بور الصباح. صباح الخير يا بملك. عامل ايه؟ صباح الخير يا لولو. طبعا يا حبايبي اول يوم بقى للمدرسه بعد ما باباهم يجي لازم هو يصحى بدري زيهم بالظبط. ازاي؟ طبعا في قلق، وطبعا الاولاد برضو بيعملوا شويه دوشه كده الصبح، وعايزين باباهم ايه يبقى موجود معاهم الصبح يشوفوه كده. طبعا هو اللي قشر لهم الرمان ده بنفسه. والله ما يحصل قشره ابدا. بسوي ايدي. المهم طبعا عملنا لبملك كده ايه كوبايه قهوه حلوه وسندوتش كده على الايه السريع كده. معلش يا حبايبي معلش، هو قال انا عايز حاجه خفيفه، فعملنا له سندوتش بيض كده ولا حاجه وكوبايه قهوه، تمام، بدل ما ايه ما يشرب القهوه على الريق. فصباحكم فل، صباحكم عسل، صباح الفل، صباح الخير يا حاج حمدي بيه. يلا يلا عشان تاخرنا على المدرسه. يلا يا حلوين، يلا صباحكم عسل. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا ايدي سوسن داخله علينا كده يعني على طول كده بصينيه الجلاش. اقول لكم ايوه على طول كده يا حبايبي، عشان النهارده طبعا انا عندي اكل باجي من امبارح، وقلت اعمل في ريحه صينيه جلاش حلوه كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بصوا مورجه وجميله وتحفه. وعملت صينيه بطاطس بالفراخ كده ورز بشعريه مع الايه الشوربه بتاعتنا اللي هي باللحمه البلدي، وشويه زيتون حلوين كده ورز والشعريه اللي انتوا شايفينه ده. وكان في باجي محشي عندي كوسه وبتنجان وفلفل برضو سخنته مش رميته، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. كان في خضره وحاجات من دي والاولاد طلعوها بره، بس ايه قلت بقى ايه اخد لكم مقطع على السريع كده بسيطه كده علشان خاطر انا النهارده يعني ايه مش رضيت اطول في الايه في المطبخ يا حبايبي، تمام. وبحبكم في الله. تابعوا بقى الفيديو النهارده حلو ومشرق. نور يا بابا. عامل ايه؟ الحمد لله. نور بملك كبو نور الجبهه. السخان عامله ايه؟ ايه يخرب السخان ده شكله هيولع فينا يا مني. الله يصلح حالك يا رب. والله يا حبايبي هو كان بايظ السخان ده هو اللي صلحه لي. اي خدمه، احنا كله عشان بس مبسوطين. ايوه احنا مبسوطين طالما شايفينكم من غير سخان. حاجه يا بابا طالما شايفينكم وبنسمع عنكم خير مبسوطين. الحمد لله على سلامة الوطن. الله يسلمك. مبارك الحاج محمد. الله يسلمك. نرض الوطن. يسلمك. ربنا يخليك كل اولاده. الله يخليك يا حاج. والسعداء اللي احنا شفناه على خير. الحمد لله. طبعا العمده هو اللي على المعزه فوق الصدر طبعا. الله امال ايه كبير طبعا. مرحب نورتونا والله يا رب. الله يخليك. منورين الحبايب منورين النهارده. ازيكم يا حبايبي؟ يا سمك ازيك يا ماما؟ الله يسلمك. الله يسلمك يا سمك. الله يسلمك. الله يخليك يا حبيبتي. امين. منور يا نوره. يا ساوس. امين يا رب. اللي منوره يا ساوس. والبيت طبعا منور بمحمد اخويا وامي منور يا حماده. عامل ايه؟ منور يا عسل. الله يسلمك. يا حبايبي احنا جينا لقينا محمد ده يا دوبك لسه داخل جاب لكم على طول. ما سنات تفجين. ما انا بقى هو بيقول لي امك واخواتك لسه مش يجوا. قلت لهم جايين. قال لي ده بيقولوا جايين من ساعتها. قلت له لسه مش حاضرين عليا. هنيجي مع سمر اول امبارح بس سمسمه كان عندها فرح وامي كانت يومها. شايفين سمسمه هبطانه ازاي؟ اه لا يا اسماء كل حاجه هي بيت كده مش عارف اشمعنى. يلا عقبال اولادكم يا رب. الفرح كان جميل وربنا يتمم. رحت بقى يا نورا وهستوا بقى. كان حلو ولكن ناقصكم يا حبايبي. بس الحلقه استنى علي هات علي. لسه الكاميرات. تعالي انت جنب ابو مالك كده لو سمحتي. ايوه اقوم انا صورت. عايزين بقى يا اولاد نوريهم كده اقف يا ساوس. اقف يا ساوس. اهو بس ايه الشياكه دي؟ ايه الشياكه دي؟ عايز سالدتها بور الصباح. حلوه اللي لبست الجديد. ايوه ازيك يا مؤسسات عامله ايه؟ منوره يا عسل. اقعدي. طبعا منورين النهارده حبايبي وامي واخواتي.
ربنا يخليهم لي يا رب وما يحرمني منهم ابدا دايما يا رب العالمين. يا رب اللهم امين يا رب. نوريه شرفنا النهارده. يا رب يا حبيبي. الله يسلمك. طولت الغيبه يا ابو والله يا توم ايه مش كانوا بيقولوا لي يا ابو مالك متجوز عليك هناك عشان كده مش راضي ينزل. والله قالوا لي كده يكسب يا حبايبي. هو حد عايز يبعد عن بيتها وعيالها بس الظروف بتحكم على الكل. فالحمد لله الحمد لله على سلامته وربنا يرد كل غير بالسلامه يا رب. ربنا يرد كل مغترب لبيته وعيالها بالسلامه يا رب. يا رب الله. غربه قربه والله قربه يا ولاد. الناس تشيل دماغها من السفر بتاع الناس يعني فلان سافر فلان جاب فلان عمل ما يشوفوش دلهم وشوفوا والله العمال اللي بيشتغلوا هناك في الحرم وفي البتاع قسما بالله كانوا بيصعبوا علينا. لازم تسافر من مكان لمكان زي ما هو ماشي كان بيهاجر بس قال لك ان بالتجاره. الغربه صعبه فقال لك بالتجاره برضه. فهو السفر مش كل وقت. والله احنا هنعمل ايه بقى يا حبيبي؟ احنا بنسافر من المكان اللي ربنا رزقنا فيه وكرمنا فيه. كل الغربه يعني صعبه والله. كنا بنشوف العمال في الحرم وفي المدينه والله كان قلبنا بيتقطع عليهم شغالين طول الليل وطول النهار. الله يكون في الله عونهم يرزقهم ويعينهم. ربنا يعين كل الام بتبقى متحمله برضه يعني مسؤوليه فوق طاقتها. لا اسمعي والله العظيم سوسن اتحملت كتير كتير كتير. بصوا من ايام ما كنت حامل يعني تحس ان ايام ما كنت حامل وولدت دي كانت من زمان جو يعني ما جالها سنين. كله بيرجع للتربيه. انا سبت الكل سبت الكل والله العظيم فعلا ربيتي. والله سنتين وثلاث شهور. يعني بص قبل ما تتجوز بص للام قبل ما تبص لبنتها. مثل الشعر بتاعك الدم الابره على فمها تطلع البت لامها بعيده. قبل ما تختار البنت من دي اختاروا الام. شوف الام شوف وضع الام وطبع الام. والحمد لله يا ربنا يا مدام يخليك لنا يا ستي الكل وربنا يبارك لكم في رجالتكم وفي عيالكم ويفرح الكل يا رب. ربنا يخليك لنا يا حاج. طبعا يا حبايبي انا ورا الكاميرات هناخد صوره مع بعض صوره جماعيه كده عشان تسمعوني. انا ورا الكاميرات ماشي. هاجر منوره ومحمد منور وكل العيله منور. انت يا ست الحبايب نورتنا. انا عايزكم تلغوا نور يا ابو عبده. نورك يا عسل. نور طبعا ايه وعبده مش بيظهر معانا دايما يا ولاد. الله يسلمك. بس هو اجى بقى ايه بعد الجماعه علشان هو كان عنده مشوار. الله يخليك. شوف البابا ايه شوف البابا كان خايف منه يا محمد. عملت ساعة ما شاف ابوه على السلم بصوا رجع لورا. هو خاف منه اول مره يشوفه. ايوه عارفه ساعه ما برن ما هو اول ما محمد لسه طلع على السلم ودي نازل من على السلم نزل لابوه فساعة ما شافه وقف كده وخاف منه طلع عليه لسانه قام جاي رايح له. يعني بعد ما لبس عشان بقعد يلعبوا على التليفون. يجي جاي واخدني بالحضن. امال ايه وبعد كده من ساعتها مش راضي يسيبه يضربني هاني ويروح له. قلت ايوه. طبعا يا حبايبي والدتي واخواتي ربنا يخليهم لي وما يحرمني منهم ابدا ومن دخلتهم الحلوه عليا. بصوا والله يعني انا مش عارفه هم تعبين نفسهم لي. تمام. اول حاجه كده طبعا سموره كانت جايه وجايبه معاها ايه دستة جاتوه في الثلاجه. والله يعني انا لسه ما اكلتش منها ولا حتى كلت منها حاجه خالص. تمام. برضو نرمين جايبه ايه باكيت الكنزي. جايبه كنزي يا حبايبي. تمام. لسه ما جايبهم الحلوه. اللهم صل على النبي. سمسمه جايبه حلويات. مش عارفه تعبين نفسهم ليه وليه والله ما عارفه. بس بصوا يعني انا ايه لازم ايه احط منها اليوم طبعا علشان يذوقوا حلويات اللي هم جايبينها. وتشكيله حلوه ما شاء الله. ست الكل بقى جايبه ايه؟ جايبه بصوا الخير كله. ربنا ما يحرمني منها ابدا ومن دخلتها الحلوه هي واخواتي يا رب العالمين. ماشي. اول حاجه كده قالت انا جايبه الايه الحله بتاعت ابو ملك اللي هي حله اللي يعني بيسموها كده ايه في الفرح حله الاتفاق وحله العشاء والكلام ده. فهو كل ما بيسافر وبيجي هي معوداني تجيب له حل. تمام. يعني فيها ذكر وفيها حمام وفيها ايه حاجات من الايه الحلوه اللي انتوا عارفينها دي. فهي النهارده قالت هجيبها يا سوسه نيه وانتوا تطبخي براحتك. تمام. قلت لها يا ماما اللي انت ايه عايزه تجيبيها تي ومش عايزه تجيبي والله انا ما عايزه حاجه خالص. فهي دخلت كعبه. فهي جابت بقى فرختين حلوين كده فرختين بيض. تمام ما شاء الله. وحتى الجلاش مش نسيته. يعني ورقه الجلاش كمان جابتها. تمام.
الفرخه الثانيه اهي، عشان تقولوا فين الفرخه الثانيه يا زوزه، الفرخه الثانيه اهي. واللهم صل على النبي. جايبالي كيلو ونص لحمه بلدي، يعني ده قطعتها من الجزار تمام اهي يا حبايبي. واللهم صل على النبي، هي لسه صالحه بس كانت حاطاها في الفريزر على ما تيجي تمام. فاللهم صل على النبي، يعني هي التجاره لسه فاتحه اهي. ده كيلو ونص جابته كده، وهي بقى ما جابتش النهارده دكه. ليه بقى؟ علشان هي عارفه ان انا عندي بط وعندي ذكوره تمام مربيه يعني، فقالت اجيب لحمه مكان اللي هي الذكر يا حبايبي. واختلاف يعني. جايبه بقى حمام بقى لابو مالك، تعالوا بقى شوف حمام الايه؟ الحمام بتاعنا شايفين؟ ده الحمام ولا بلاش؟ ده الحمام بتاعنا يا حبايبي اللي احنا من ايه؟ بنربيه. هتقول في ناس هتقول يا سوسن حرام الحمام ايه ما بيتاكلش. طبعا يا حبايبي هنا في مصر احنا بناكل الحمام وبنذبحه عادي، اما بلاد بره هم اللي مش باكلوه ايه ومش برضو يذبحوه تمام، بيربوه بس. طبعا جايبه له ما شاء الله 3 جواز حمام، يعني 6 ايه واحده، لسه في 2 هنا تانيين اهم تمام، يعني جايبه له 6 حمامات 3 جواز حمام، وجايبه له ايه لحمه، وجايبه له فراخ، وجايبه له جلاش، وتسلم ايديها وايه وعينها يا رب. حتى العيش الكيزان جابته طابح علشان الاولاد والمدرسه. مين بقى زي كده ام حبيبته بتجيب له كل حاجه، ربنا يخليها وما يحرمني منهم يا رب العالمين، وكفايه دخلتهم علينا بالدنيا كلها والله العظيم، تحسهم في الدنيا ربنا ما يحرمنا منهم من بابايا. بابايا طبعا كان هنا هو وابو محمود برضه جاب لهم بليله، يجوا برضه يسلموا على ابو ملك ويشوفونا وكده، فكل واحد بيجي ايه على فترات كده. محمد اخويا اجى جاب لهم وكان ايه حضر معايا، ربنا ما يحرمنا منهم. طبعا محمد اخويا هتقول ما جابش حاجه يا سوس، اقول لكم اداني فلوس يا حبايبي، عارف ان البنات جايبين كل حاجه وانا عندي فاكهه وجايبه النهارده بالسوجه وكده، فهو مش راضي يجيب بقى ايه عشان حاجه مش تبقى كتيره في الفاضي، فاداني فلوس، ربنا يخليه لي وما يحرمني منه ابدا يا رب العالمين، ويكمل له حمل مراته على خير يا رب وتقوم بالسلامه. احبكم في الله، مش تنسوا اللايك.